قبل بدء الفيديو تأكد من الضغط على زر اللايك والاشتراك إذا كنت جديدا على قناتي، فذلك يحفزني حقا على الاستمرار. تستمر حكايتنا ونرى موباي يسأل عمه كيف يخطط لطرد موفان من المدرسة. يرد عليه قائلا أنه سيستخدم هذا الحجر الصغير المعروف أيضا باسم الحجر السحري الذي يمكنه امتصاص الطاقة، ويمكنهم استخدامه للتأكد من أن مستوى موفان سيصبح أسوأ من دي في امتحانه التالي. يريد الرئيس طرد موفان من المدرسة ليصبح سائقا مثل والده، لكنهم لا يعلمون أنه كان يدرب قوته النارية ولديه القدرة على استخدام 5 نجوم. لكن موفان يقول أنه لا يزال غير جيد بما فيه الكفاية، وأن طاقته النارية منخفضة للغاية، لذلك يبدأ في التركيز والتأمل أكثر من أي وقت مضى ليثبت لعائلة مو أنه ساحر جدير ويستحق أن يكون في مدرسة السحر. ينتقل المشهد للقسم ويشرح المعلم أنهم سيقومون بإجراء اختبار حول مدى تطور قوتهم خلال الشهرين الماضيين لاختبار كفاءتهم، وسيستخدمون كرة بلورية يمكنها تحديد مقدار القوة التي وصلوا إليها، لأن الكرة سوف تتوهج، وكلما كان التوهج أشد فهو يعني أن القوة أكبر. ويضيف أن هناك أيضا اختبارا اختياريا، من يجتازه سينتقل إلى قسم النخبة ويتلقى تدريبا أفضل باستخدام الأسلحة. نرى جميع الطلاب يصطفون في الساحة ويبدأون في اختبار قواهم. يقول المدير في خطابه أنه تم اختيار الطالبة الأكثر تميزا في المدرسة المسماة مونيج لإظهار كيفية تأدية الامتحان قبل مشاركة بقية الطلاب، ثم تستخدم مونيج البلورة وتكشف عن قوة سحرها الجليدي، وهو ما يصدم الطلاب الآخرين. يبدأ الجميع في التناوب على استخدام الكرة والكشف عن مستويات قوتهم. يحصل بعضهم على الرتبة باء وبعضهم الآخر على الرتبة ألف. ثم نرى صديق موفان وهو يجرب اختبار الالتحاق بقسم النخبة، لكنه يفشل فيه ويسخر الجميع منه. ثم في النهاية يحصل موباي على دوره ونراه يصل إلى الدرجة S، وهي الدرجة القصوى التي يمكن الحصول عليها. وبعدها يجرب اختبار النخبة ونراه قد نجح فيه بالفعل لأنه نشط 7 نجوم. ثم يتم استدعاء موفان لاختبار قوته. عندما يتم استدعاؤه يأمر الرئيس المراقب بوضع الحجر السحري تحت الكرة البلورية لامتصاص قوة موفان السحرية. نرى أن الحجر يمتص سحره، ويرعب المدرس لأنه سينخفض راتبه إذا فشل موفان في الاختبار. الحجر يؤدي إلى حصول موفان على المستوى باء، ونرى أنه يحس أن هناك شيئا مريبا ويشعر بأنه يوجد خطأ. بعدها يستخدم موفان الكرة مرة أخرى، وهذه المرة ينتهي الأمر به بكسر الحجر السحري. بعد رؤية المحاولة الثانية شعرت معلمته الجديدة أن هناك خطأ ما في الكريستال، ثم تتدخل المعلمة وتقول أن الحجر معطل ويجب إعادة الاختبار. يرد المراقب أنها ستتعرض لعقوبة في حالة عدم تغير النتيجة، وهي توافق على ذلك. وعند تغيير الكرة تظهر القوة الحقيقية لموفان ويتوهج حجره بشدة، ونتيجة لذلك أعطوه الدرجة S، مما جعل زملائه في الفصل مندهشين من قوته. ويغضب موباي لرؤية أن موفان أصبح أفضل منه. يمضي موفان ليخبر الفاحصين أنه يريد أيضا إجراء الاختبار الاختياري، وهنا تحدث المفاجأة ويصدم زملائه الآخرون عندما يشاهدون القوة الحقيقية لعنصر النار، وهو يعتبر الآن الأقوى في المدرسة. بعد ذلك ينادي رئيس العائلة موفان ويقدم له خاتما سحري كرمز لاحترامه وإعجابه بالحصول على تصنيف S، ويطلب منه وضع جميع خلافاتهم العائلية جانبا، ويعرض عليه العمل معه وتمثيل عائلة مو. لكن موفان ينتهز هذه الفرصة ليخبره أنه وبقية أفراد العائلة حثالة كاملة يستمتعون بإذلال الآخرين تماما كما فعلوا مع والده في الماضي. يخبر المعلم موفان أن يهدأ وأن يعتذر لموغون، لكن موفان يقول أنه لن يعتذر، ويذكر كل الأشياء التي فعلتها عائلة مو بهم قبل 3 سنوات. يخبر الأخ الأصغر المدير أنه يجب طرده لكونه وقحا مع الضيوف، لكن المدير قال أنه لا يمكنه طرده
لمجرد جدال صغير ما لم يذهب الأمر بعيدا. لذا يطلب رئيس العائلة من موباي تحدي موفان في مبارزة، لكن المعلمة تقول أنه لا يمكن ذلك. ثم قال زعيم عائلة مو أن موفان سيبارز ابنه بالتبني بدلا من ذلك، والذي يدعى يانغ. موفان يقبل المباراة، ومع ذلك لا يمكن أن تحدث هذه المبارزة إلا في غضون عامين، لأنهم ليسوا كبارا بما يكفي حتى الآن، ولأن المدرسة لا تسمح بذلك. بعد ذلك يبدأ الفصل الدراسي الجديد، ويرحب بهم الأستاذ في فصل النخبة الذي استطاع دخوله فقط الحاصلون على 7 نجوم، وفيه سيحصل الطلاب الأعلى تقييما على أسلحة حصرية تعرف باسم مكافئ السحر، والتي ستحسن تدريبهم بشكل كبير. سيكون لدى الطلاب ال4 الأوائل في الفصل شهر لاستخدام المعدات، لكن المعلم يخبر موفان أنه بسبب الجدال الذي خاضه مع عائلة مو لن يتمكن من استخدام معدات السحر إلا لمدة 10 أيام. ويتساءل موفان عما إذا كانت قلادته أيضا مكافئا سحري. ثم ينتقل المشهد لتدريب ال4 الأوائل، ونرى موفان يطلق سحره الذي هو أقوى من سحر موباي. يسأله موفان عما إذا كان يانغ يستعمل المكافئ السحري، ويرد موباي أنه يستعمل مكافئا سحريا من درجة أكبر في أي وقت يريده، أي أنه لديه إمكانية أكبر منه بكثير. في الليل نرى موفان يتدرب، ونلاحظ أن قلادته تهتز عند تقريبها للمعدات، ثم تقوم القلادة بالتحول لأفعى وأكل المكافئ السحري. يرعب موفان لأنه لا يستطيع تسديد ثمنه. ثم نرى معلمته تانغ تشرح له أن هذه القلادة هي من أقوى المعدات التي كان يعتقد أنها انقرضت. أخبرته أن هذه القلادة هي نوع من المكافئات السحرية التي تمتص جميع أنواع النفوس والأرواح وتستعملها في تنمية قدراتك، لذلك يجب عليه أن يعتز بها ويخفيها عن الجميع. في الغد يتوجه الطلاب إلى الجبال لمقابلة قائد الجيش والقيام ببعض التدريبات الأساسية. تقول المعلمة أن الجبال والغابات تحتوي على وحوش ويجب عليهم الحذر، وتقول أنها هنا لحمايتهم. ثم يبدأ الجميع في الهتاف لها. عند الوصول يلقي قائد الجيش خطابا يبدو أنه يريد أن يشارك هؤلاء الطلاب في تمرين يسمى برنامج الصيد، حيث سيقوم هؤلاء الطلاب بمطاردة أعداء حقيقيين واختبار مهاراتهم السحرية. نرى المعلم والطلاب خائفين من المغامرة، لكن القائد يقول أنهم مستقبل البلاد وعليهم حمايتها. يضيف أنه سيكافئهم بالنجاح جميعا إذا نجحت المهمة، بالإضافة إلى إعطاء الأفضل بينهم معدات ودروع سحرية كمكافأة. يعتقد موفان أنه بهذه الطريقة يمكنه الحصول على المعدات التي يتدرب بها يانغ، وهذا سيقلص الفارق بينهم. وهنا تنتهي هذه الحلقة. اكتبوا لي في التعليقات تقييمكم للأنمي من 10، وفي الأخير يرجى الإعجاب بالفيديو ومشاركته إذا كنت قد استمتعت به، وتأكد من الضغط على زر الاشتراك وتشغيل جرس الإشعارات للاستمرار في الحصول على المزيد من التلخيصات. نلتقي في الجزء القادم، والسلام عليكم.